إدارة نادي الزمالك طبعا في اتجاه زي ما بقول لك لتوقيع عقوبات على لاعبي فريق الكرة بعد وداع طبعا بطولة كاس مصر. في كمان مهاب ياسر، بعض أعضاء مجلس الإدارة بيطالبوا بفسخ التعاقد معاه. البعض الآخر شايف إن هيتم توقيع عقوبة مالية. أصدر هو النهاردة بيان، او يعني كتب على حسابه، قال انا واحد طالع من ماتش متضايق. متضايق يا ابني بتتكتب بالضاد، ماشي. اكيد ان اتغيرت وعاوز العب واكسب فرقتي، لما اتبدلت اتعصبت بس، ولا رميت تيشيرت ولا ما سلمتش على حد. انا فضلت لابس التيشيرت اصلا، ولما اتعصبت على الدكة رميت ازازة المية واي حاجة جنبي ولا في دماغي اللي في دماغكم. انتوا ناس بتدور على اي مشكلة علشان تشبط فيها وخلاص. انا ما قصدتش اي حاجة خالص، ولو انتوا فهمتوا كده دي حاجة ترجع لكم. طيب انا بقى بالبيان ده باللي هو كاتبه، وهو حتى ما رجعش حد، يمكن يبقى يعني بيعيد صياغة الكلام اللي قاله. انا ماليش دعوه بقرار مجلس الاداره، ياخد قرار ما ياخدش قرار. هو انت اصلا المفروض ما ترميش ازازه الميه. هو انت عملت ايه اصلا داخل نادي الزمالك علشان تتضايق انك انت اتبدلت؟ هو انت لغايه دلوقتي انت ما حدش حس بيك داخل نادي الزمالك، فبالتالي انت لابس تيشيرت من اهم التيشيرتات في مصر وفي الشرق الاوسط وفي افريقيا. فكون انك انت تتضايق عشان اتبدلت، انت بقى مثلا ايه؟ امال شيكابالا يعمل ايه بقى؟ ولا عبد الله السعيد ولا ناصر ماهر ولا الاسماء اللي فعلا ليها تاثير كبير داخل فريق كره القدم بنادي الزمالك؟ لكن انك انت تقول انا ما عملتش حاجه، انا كل ودي حاجه ترجع لكم، والكلام ب هذا الاسلوب، لا اعتقد ان ده هذا اللاعب. وافتكروا الكلام اللي انا بقوله لكم، الكلام اللي بيتكلموا بهذا الاسلوب لا اعتقد ان هذا اللاعب سيستمر داخل نادي الزمالك، او مسيرته بشكل عام هتستمر داخل نادي الزمالك. وهو ده انا قلت لك امبارح ان زيزو صاحب عقلية مختلفة. من ساعة ما جه لغاية دلوقتي ما شفتلوش ازمة واحدة. علشان كده لما بيدفع فيه، او نادي نيوم السعودي عايز يدفع فيه نص مليار جنيه، يديله نص مليار جنيه في 3 سنين، ده نتيجة التصرفات دي، او نتيجة ان هو لاعب لا يقارن باللي حواليه وباللي جنبه. لان مش بكلمك على زيزو دلوقتي، انا بكلمك على زيزو من اول ما انضم لنادي الزمالك. لا شفته بقى وهو بيتغير بيقلع التيشيرت وبيرميه في الارض، ولا شفته بيعمل ازمه، ولا شفته بيثير مشكله، لغايه ما بقى احسن لعيب في مصر والدنيا مقلوبه علشان هو هيجدد ولا مش هيجدد داخل نادي الزمالك. لكن كان كلامي عن النادي الاهلي ان في اول سنه وفي اول سنه ونص واجه بعض المشاكل الاداريه، واجه بعض المشاكل اللي قدر ان هو يتجاوزها بشكل سريع وبشكل كبير. نفس الامر نادي الزمالك بيواجه هذه المشاكل في الفترة الحالية. في اول 10 شهور مشاكل ادارية، وهناك طبعا اخطاء في التعامل مع ملفات كتير على رأسها فريق كرة القدم وقطاع الناشئين. في مديونيات وفي ازمات كبيره جدا داخل نادي الزمالك تختلف عن النادي الاهلي، مديونيات غير طبيعيه. لكن هذا لا يمنع انك انت تعيد تصحيح الامور داخل فريق كره القدم وداخل الالعاب اللي ليها تاثير على الجماهير. لان في النهايه نادي الزمالك هو نادي بطولات ونادي جماهيري، ولا تحتمل
جماهيره الابتعاد عن البطولات خلال السنوات المقبلة، وبالتالي تحتاج إدارة نادي الزمالك إعادة الأمور في عدد من القرارات الخاصة بفريق كرة القدم خلال الفترة المقبلة.